عاملين ايه يا رب تكونوا بخير؟ وحشتوني جدا جدا، وحشني قوي ان انا يا جماعه ابهركم. بقالي فتره غايبه عنكم ومختفيه ببهاراتي، طبعا لسه واضح على وشي التعب، ولكن ده مش هيمنعنا ان احنا نكمل مع بعض ونجرب حاجات. يعني قال ايه في وصفه قلبة الدنيا وانا لسه ما عملتهاش؟ ازاي؟ ما ينفعش. عايزه اقول لكم ان انا لسه صاحيه وباين على وشي، بس عادي جدا، ده مش هيوقفنا. قلت لازم اعمل لكم الوصفه عشان الحق انزلها لكم النهارده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. سامحوني لو حاسين ان انا صوتي عالي او بزعق، الحقيقه ان انا ودني مسدوده من الدور اللي عندي، فمش سامعه نفسي اصلا. انا مش سامعه حاجه. طبعا كلكم اكيد شفتوا الوصفه اللي قلبت الدنيا الفتره دي، والناس كلها تقريبا بتعملها. فانا قررت بما ان يعني وصفاتي بتطلع مني غير اي حد، والانبهارات فيها بتبقى زياده، ما ينفعش ما تجربوهاش مني واقول لكم رايي فيها بكل صراحه، واقول لكم اصلا تعملوها ولا لا. معانا ايه في الوصفه دي؟ معانا 4 بيضات، شويه لبن وشويه عسل وشويه كاكاو خام. انا اسفه جدا، يعني انا حقيقي اسفه، انا مش عارفه اقولها لكم ازاي، بس فكره ان انا اجرب وصفه جديده معرفش هتطلع ايه ب4 بيضات، ماما ربنا يخليها لي يا رب ويطول لي في عمرها ممكن تشلوحني. احنا مش ضامنين جنه بقى يعني احنا مش قادرين نعرف الوصفه المروه ده هتتاكل ولا لا، احنا بنجرب. وارد جدا ان هي تترمي. خلاص يا رب ما ينفعش برضو، ما انا اللي هاكلها، ما هي لو وحشه انا هاكلها برضو، ما ينفعش انها تترمي. ففي الحاله دي بنعمل ايه؟ بنقنن الكميات بحيث ان احنا نجرب اللي نفسنا فيه، وفي نفس الوقت ما نخسرش عمرنا يعني فاهمين؟ اسمعوا كده ماما، دلوقتي في وصفه المفروض ان انا اجربها ومش عارفه هتطلع حلوه ولا لا ب4 بيضات. ليه بنفسك؟ ست الكل يعني البركه، فاهمين؟ كسرونه ماما اللي بتسلق فيها البيض زي ما انتم شايفين كده، البيض سخن. سلقنا بيضتين، بس احنا مش هناخد بيضتين برضه، انا بخاف، انتوا عايزين تعملوها اكتر من كده براحتكم. سوسته معانا بيضه، هنجيب الهاند بلندر بتاعنا، ما عندناش هاند بلندر فهنجيب خلاطنا القمر. يعني 4 بيضات صعبين، فاهمين؟ يعني لو مش حلوه بجد هروح فين؟ يعني حد هياخدني ابات عنده مثلا فيكم؟ البيضه، كاكاو خام، عليها معلقه كاكاو، اوكي، الصغيرين هنجربوهم ما يبقاش مر عليهم، شويه سكر كده. نسينا الفانيليا يا جماعه. عايزه اقول لكم ان انا اول مره اعمل حاجه زي كده، بس انا جات لي رساله ما عرفتش اتجاهلها خالص، هتعرفوا تفاصيلها في الفيديو الجاي. انا اول مره اصور حاجه زي كده، ولكن انا عارفه انتوا هتكسفوني. كده بتهيألي بقت جاهزه، عملت بوله واحده بالظبط، نجربها كده. اسكت على كده يعني هنسيب الموضوع كده؟ لا طبعا، شويه جوز هند ما تقولش لا، وعلى التلاجة لحد ما تسقع. استنوا النتيجه. ودلوقتي جه ميعاد ما تيجي نشوف، وده بقى بعد ما سبناها في التلاجة. تعالوا نشوف ايه ده. انا مش متخيله ازاي هدوقها اصلا، يعني انا مش متخيله طعمها بصراحه. هو الامانه ريحتها ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي بيض، بس مبدئيا يعني انا حصل معايا زي ما حصل مع معظم الناس اللي عملتها، ما تخنتش، ما اعرفش العيب في ايه بصراحه. فخلونا ندوق كده واضح عليا اني خايفه ادوقها. مصدومه، بس انا طلعت معايا حته بيض في يعني انا كنت فاكراها زبيبه واخداها بعشم. لا معلش، ثانيه واحده معايا. لا حلو، لا حلو بجد، انا كنت فاكره الناس بتهزر. يعني لو رحت لحد قدموا لي على انه بودنج ودوقته لا يمكن هنعرف ان هو في بيض. انا مصدومه يعني، انا ما عملتهاش بنفسي، مش هصدق. قوموا اعملوها.